الريتم بتاعه كلمي بصراحه، لو انا في حاجه كلمي بصراحه لا عشان لا يعني ايه مش جايه مش انتقدك، يعني انا بقول لك بس ان الريتم بتاعك او الستايل اللي انت بتقدمه ما ينفعش معايا ساقط الحياه بتاعتي ساقطه يعني مش انت قولي بصراحه، خالص. مش قصدي، قولي مش بصراحه. قصدي خالص. انا قصدي ان كل واحد بيبقى ليه ستايل ممكن يظهر بيه قدام الجمهور. انا لو ظهرت بالستايل ده ممكن الجمهور يزعل مني. الاغراء مهم في حياه الممثل. مهم. اه، يعني في ناس كتير بتستعمله عشان تطلع عشان تطلع. تطلع او تظهر او يفضلوا يجيبوها. يعني بيبقى في ناس معينة ما بيبقاش الناس بتجيبها غير عشان هم دول بس اللي بيرضوا يعملوا كده. رزان، عملتي برنامج مسابقات ضاف لك؟ أظن إن عشان نرجع لسؤالك الأولاني، أظن إن ديل أور نو ديل عمل لي قاعدة أنا بفتخر فيها جدا في مصر. هقاطعك معلش انا اسف. ممكن حد يعمل برنامج ده مذيعة تاني تعمله واحسن ما منك في ولا مذيعة زيك؟ تانية عملته اه، فعلا. ما لسه هقول لها حضرتك اهو دلوقتي هقول لها. أنا ما أقدرش أحكم انا على عارف، الناس عشان يعني. تعرفي ان انا مذيع شاطر هقولها لحد دلوقتي حضرتك. الايه؟ عشان ريهام أنت اعرفك ان عم انا مذيع شاطر هقول لها بتغششيه. مين لا اللي انت عمل بتقول دلوقتي. في مذيعة تانية عملته، فانا بقول لك اوريدي لا انا عشان بقول لها ممكن عشان مذيعة تانية عشان تعمل مايا. ده، لا عشان عايز عشان اوقع في مايا الكلام. مايا زميلة تعلمي لينا بقى هنا حضرتك بقى. لا لا انا عايز اوقع في الكلام عشان تقولي لا، عشان اضطر اقول لها. انا قصدي اقول لك ان لا. مايا زميلة لينا هنا واكيد يعني عملت البرنامج اوريدي، فانا اه. بفكرك لو مش عارف. الناس بتقول ان انا سالتك السؤال ده عشان كنت عايز اردك ايه، وفي الاخر اقول لك طب الناس كلها بتقول ان طب هي مايا دياب، بتسألها لريهام سؤالين مايا حرام دياب عليك. عملت البرنامج وخدت يعني سكسي اعلى منك قوي 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 قوي، لا وخدت جمهور اكتر منك. أنا هذا الشيء بيسعدني لأنه بالآخر الجمهور هو الكسبان اه. والجمهور هو الحكم. نحن كلنا يعني احنا بقينا ريموتات يعني بيتغير علينا. بتمنى ماشي. التوفيق للكل و... وبشكرك. انت منورانا، كل سنه وانت طيبه. انت طيب. رايك ايه في الكلام دوت؟ ان ايه؟ ان مسابقات. هي رزان معترفة ان عايز مايا. اقول لك ان لا الدنيا. يعني هي رزان ردت قالت انا مبسوطة ان في زميلة ليا نجحت وكده. مايا نجحت، عملت نجاح باهر في مصر. تقدمي برنامج زي دوت؟ هقدمه بس هقدمه بطريقة مختلفة خالص. يعني ايه مختلفه؟ بطريقتها يعني كل حد حيحط شخصيته فيه. يعني في عموما هي الثقافة بتاعت لبنان مختلفة خالص عن مصر. اه. يعني المذيعات بيبقوا بيلبسوا لبس مفتوح، كلامهم فيه دلع شوية. احنا ما عندناش ده دلع شويه؟ يعني ليه بيتدلعوا؟ ما عندناش ده في مصر. يعني انا لما هعمل البرنامج ده انت عارفه مش كلمه بيتدلعوا دي محتاجة ان يعني انا ايه؟ اعمل حاجات عارفه دي. كلمه بيتدلعوا دي يعني ايه؟ يعني انت حضرتك مذيعه شاطره يعني. انت بتقولي بتدلعي، بس احنا الناس اللي بره كلها كلمه بتدلع دي هبقولها لك ايه؟ لا مش هينفع اقولها لك على الهوا. لا مش عيب يعني، مش حاجة. بتدلع دي مش في بنت تقول لك ايه ده هي البنت دي بتتمايس ليه كده؟ احنا عندنا بالبلدي يعني اي بس هما بتتمايس. بيعملوا كده. يعني انت بتتمايسي، عايز تقولها كده؟ لا هما بيعملوا كده وهما يعني انا عايزك الثقافة تبقى بتاعتهم صريحه. كده. انت رزان بتتمايس وهي بتقدم البرنامج؟ اه او لا؟ لا مش هتكلم على حد، بس هما عموما اللبنانيات في طريقة تقديمهم عندهم الطريقة دي. يا رزان انا حقول شيء معلش اتفضلي. انا مش مش قصدي. اكيد ريهام ما قصدها العموم. هي بتقول حضرتك تلات لا لا اللبنانيات لا بتتمايص لا في ما البرنامج، فرد اظنش عليها لو انه عايزه تردي. ريهام يعني حتقول هيك. يمكن بعض الاشخاص بتشوفيهم مش لا كل بجنسيات يعني. الناس كل الناس انت اللي ظهرت ونجحت حضرتك كده. بتقول انت. لا انا لو انت اتفرجت على ديل اور نو ديل لما انا كنت بقدمه، انا بقدمه